بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصارعة ناس كتيرة دايما بتشوفها قوة بس، لكن لما بيدخل مع عنصر القوة ده اللياقة بيبقى ليها جو تاني خالص. يعني اندرتيكر وكين وباتيستا وزاروك وجون سينا اتكلمنا عنهم كلهم في اقوى 10 لاعبين مصارعة. النهاردة هتكلم معاكم عن اخف واسرع 10 لاعبين مصارعة بالنسبة لي. يعني ممكن اكون نسيت حد او مش عارف حد، ودي من وجهة نظري الشخصية انا. عشان كده اكتبوا لي في التعليقات رأيكم تحت، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والشير لاصحابكم اللي بيحبوا يتفرجوا على المصارعة. المصارعة زي ما قلنا لما تحط معاها عنصر اللياقة بتكون بشكل تاني خالص. الحركات بتبقى اكتر خطورة واكتر حماس، وما تفهمش يا اخي احنا بنحب العذاب اللي بنتفرج عليه ده ليه؟ يعني ايه المتعة لما نتفرج انه في ناس بتضرب في بعض؟ رقم 1 سيدريك الكسندر، من لاعبين المصارعه اللي انا ما شفتهمش كتير. يعني اللي شفته كتير هقول لك عليه، اللي ما شفتوش كتير هقول لك برضو عليه، لكن شفت له كام حركه كده لا الواد خفيف جدا. سيدريك طوله 178 سم ووزنه 93 كيلو، وبما اني زي ما قلت ما اتفرجتش عليه كتير اذا مش هقدر افتي كتير. رقم 2 جيف هاردي. جيف هاردي واخوه مات هاردي كانوا الاثنين دول فريق خفيف جدا وفي نفس الوقت اقوياء، يعني كانوا بيكسبوا ماتشات كتيره، لكن بالنسبه لي جيف هاردي كان اكتر جنون في الحركات بتاعته من مات هاردي، وده اللي كان بيخليهم يجي لهم اصابات كتيره جدا. جيف هاردي طوله 185 سم والوزن 102 كيلو. رقم 3 ري ميستيريو، من الناس اللي حببتني انا شخصيا في الناس الخفيفه. ري ميستيريو راجل قزعه كده وبماسك زي حالاتي، كاريزما في اللعب وحب من الجماهير بشكل هستيري، رغم انه كان بيخسر كتير عادي جدا. ما هو يا جدعان ده لما يلعب مع بيك شو ولا اندرتيكر عايز منه ايه؟ يعني انتوا منتظرين من ده ايه؟ الطول 168 سم والوزن 79 كيلو. يا راجل ده لما كريستيانو رونالدو كان واقف جنبه كنت تحس ان هو ابنه. رقم 4 جون موريسون. لحقت اتفرج على جون موريسون فترة تعتبر بسيطة يعني، ولكن حركاته كانت برضه صعبة جدا، وكعادة الناس دي كلها كان بيستخدم الحبال بتاعة الحلبة عشان ينط. الطول 183 سم والوزن 98 كيلو، وطوله ده برضه كان مديله جزء من الهيبة يعني، وكعادة الناس اللي لياقتها عالية ما كانش برضه بيكسب بشكل اوفر، بس كان بيكسب بشكل معقول. رقم 5 كوفي كينجستون. رغم انه الفريق بتاعه ده كان ارخم فريق في المصارعه، الا انه كوفي كينجستون كنت بحب اتفرج عليه. الاثنين التانيين اللي معاه كانوا بيض بصراحه. نفسي اساله بقى جبتهم منين يا ابني دول عشان ترازينا بيهم. الطول 185 سم والوزن 86 كيلو، يعني تقدر تقول من اكتر الناس اللي فعلا وزنها مناسب جدا مع طولها. حتى في الحياه الطبيعيه مش شرط كلاعب مصارعه، وده صعب جدا ان وزنك يكون متوافق مع طولك. رقم 6 كاليستو، لاعب مصارعة بس مش مشهور قوي، ده لحد اخر فترة اتفرجت فيها على المصارعة. العلم عند الله حاليا هو اتشهر ولا لسه زي ما هو، بس اللي عايز اقوله ان كان بيقلد ري ميستيريو، يعني نفس الماسك والحركات وهكذا. كاليستو طوله 168 سم ووزنه 77 كيلو، وده برضه نفس طول ووزن ري ميستيريو تقريبا. وعلى فكرة الاتنين لعبوا مع بعض فترة وكانوا عاملين فريق. الفريق ده كان برعاية تلطش وطير او الطش واجري، يضربوا ضربة ويقوموا طايرين كده. رقم 7 سين كارا. سين كارا برضه من المصارعين اللي لحقت اتفرج عليهم في الاواخر، برضه من الناس اللي بتحب تلبس ماسك زي حالاتنا كده. بطول 170 سم ووزن 82 كيلو. بصوا هما الثلاثه دول ري ميستيريو وكاليستو وسين كارا، الثلاثه تحس انهم توأم، يعني اطوال تعتبر قريبه جدا والوزن والستايل نفسه، ولكن اللي كان اخد الكاريزما والشهره اكتر ري ميستيريو. رقم 8 ايفان بورن. ايفان من اللعيبه برضو اللي اتفرجت عليهم قليل جدا، بس كان يفضل ينط وينط ينط ينط وفي الاخر ياخد ضربه تخسره. كان قدرته على التحمل تعتبر شبه معدومه او مش موجوده اصلا. الطول 175 سم والوزن 84 كيلو، ولكن جت فتره كده ولمع فيها بشكل كبير جدا. معرفش حاليا بقى وضعه ايه. رقم 9 سي ام بانك. يعتبر بدأت تندع من الناس اللي كان وزنها خفيف وبتكسب. سي ام بانك من الناس اللي كان عندها لياقة بس كان بيكسب، يعني كان صعب ان هو يخسر الا لو جاب اخره. كان غلاوي قوي واتفرجت عليه فترات طويلة. الطول 188 سم والوزن 99 كيلو. بيقال انه لما راح اليو اف سي او فنون القتال المختلطة كان بيتبعك حرفيا، يعني كان بيتضرب لحد ما يبان له صحاب، لانه هناك عنصر الشو مش مطلوب قد عنصر المفرمة. يعني المصارعة شو، فنون القتال المختلطة لا ضرب بجد، مفيش هناك رحمة يا جدعان. رقم 10 كريس بينو.
كريس بنوا اتفرجت عليه كتير جدا، ده يعتبر اكتر واحد في القايمه لحد دلوقتي اتذكر اسمه كان بيكسب. بنوا طوله 180 سم ووزنه 105 كيلو، انهى حياته بنفسه ومش لازم نخش في تفاصيل كتيره، ولكن يا اخي ده لما كان بيثبت اللعيبه ما كانش حد بيقدر يفلفص. تقدر تقول كده انه الفينش بتاعه كان استسلام اللعيب، كمان كان عليه اعصاب كده وهو ماسك الرجل وبيعصرها، معرفش انا ايه اللي خلاه يهبب في نفسه كده في النهايه. يا رب يكون الفيديو كده النهارده خفيف وانا خلصت ال10 لاعبين بالنسبه لي اللي لياقتهم عاليه جدا، ولكن قبل ما اخلص اسمحوا لي اضيف كمان ايدي جاريرو وروب فان دام وكريس جيريكو. ولكن من وجهه نظري ان الثلاثه دول بالرغم من لياقتهم العاليه جدا الا انه ال10 اللي ذكرتهم فوق كانت لياقتهم اعلى منهم سيكا صغننه، واكيد في لعيبه جديده برضه لياقتها عاليه. عشان كده لو نسيت حد او مش عارف حد جديد اذكروه في التعليق تحت، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتعملوا شير لاصحابكم واخواتكم وحبايبكم. اعملوا الصح، انا بتسلق في الصيف ده يا جدعان. السلام عليكم. بيقال عزيزي المشاهد ان مارتن يول قال انه اكرامي لو اتشاط عليه تلاجة هتدخل جون، وساعتها الكل سماه شريف كريازي، وانا بعتبر الفيديو ده منتظر لكل جماهير الاهلي اللي ابو كريازي قرفهم. وفي الانجاز عشان ما نرغيش كتير تعالوا نتفرج على اجمد 10 جوان دخلوا في شريف كريازي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في ناس كتيره جدا في عالم الفن والتمثيل محدش عارف هم كانوا ايه، يعني في دكاتره اسنان، في مهندسين، في ضباط، في بصمجيه، في تقريبا كل الفئات اللي ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش. في الفيديو ده هقول لكم على المشاهير اللي كانوا في الاصل ضباط جيش وشرطه، واللي طبيعي جدا لما تعرف انه ضابط جيش او شرطه تتخيل كده انه كشري ومش بيضحك اطلاقا. سيدي الفاضل ده بني ادم يعني مش انسان آلي. متخيل كده انه يهرب 243 واحد من مستشفى العباسيه؟ طبعا دي مصيبه، وده لان الناس دي اصلا بتبقى خطر مش زي اللي موجودين في الشارع، فيرجع في نفس اليوم للمستشفى 612 مريض. هم لحقوا يتكاثروا يعني في يوم؟ ما هي دي المصيبه الاكبر يا عم الحاج. هل تتخيل ان بسبب قلة المية الناس في مصر ممكن تتحول لاكلين لحوم بشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتكلمت في فيديوهين قبل كده، الاول عن طريقة صلاة الجنازة والتاني عن فرق ما بين الصلاة في الجنازة على الرجل والمرأة، ما كانش فيه تهالي كلام تاني اقوله، بس حصل معايا موقف شخصي جدا واحنا كنا بنصلي صلاة جنازة على واحد قريبي. وبما اننا هنتكلم عن صلاة الجنازة على الميت هطلب منكم بس طلب صغير قبل ما ابدا الموقف اللي حصل ده، وهو انكم تدعوا لابويا الله يرحمه والاموات المسلمين جميعا. الموقف اللي حصل ده لازم يعلمنا بجد كتير، لاننا لو ما اتعلمناش منه للاسف ممكن نورث لاولادنا الافكار دي، وللاسف هنلاقي دين جديد طلع علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد محاولات كتيره جدا في هذه الحياه البائسه، اليأس والاحباط والاكتئاب شعور انساني طبيعي جدا، لكن في فرق ما بين اللي بيستسلم لحد نهايه حياته وللعلم بتكون حياته قصيره جدا، وفي اللي بيقول لنفسه ان محتاج فرصه تانية. والنهارده النموذج اللي معانا ده يا دوب ادى لنفسه عشان حياته تتغير 180 درجه فرصه تانية.